الحقيقة النهاردة يوم من أيام العرب. النهاردة حدث أعتقد أنه حدث الساعة في المنطقة العربية، وواحد من أهم الأخبار على قائمة كل وكالات الأنباء العالمية تقريبا، وهو مقتل علي عبد الله صالح رئيس اليمن الأسبق. علي عبد الله صالح أكثر رئيس حكم اليمن فيما يسمى ثورات الربيع العربي. قامت ثورة الشعب اليمني ضده، ودخلت دي من ضمن برضو للأسف انتكاسات ثورات الربيع العربي، دخلت اليمن في آتون الفتنة، وبدأت الدول اللي بترى نفسها كبيرة في المنطقة تلعب في اليمن. بقى في حرب بالوكالة لهذه الدول، بالتحديد إيران لعبت دورا قذرا في اليمن. ونقدر نقول انه مقتل علي عبد الله صالح يعني جاء قبل ان يقتل على يد الحوثيين اللي هم أزلام ويعني ميليشيات إيران. هو قتل نفسه لأنه تعامل معهم من الأساس وفتح خط معهم وفتح اليمن لهم، ثم أراد أن يحاربهم أو يواجههم، وكان بيلعب على أكثر من خط. أنا هذيع لكم الفيديو اللي بيشبه بالظبط مقتل القذافي. شيء محزن وشيء مؤسف ان تكون دي نهاية رجل دولة حكم بلاده ما يقرب من اكثر من 3 عقود، يعني حكم اليمن يمكن اكثر ما مبارك حكم مصر. النهاية مؤسفة لا يقبلها انسان له ضمير، حتى مهما اختلفت سياسيا او فكريا او اي نوع من الاختلاف، لا يمكن ان تقبل أن يقتل، وللأسف قتل ومثل به من قبل الحوثيين. المشهد اليمني مربك ومعقد، واليمن النهاردة على سطح صفيح ساخن، وأنا لا أتوقع أي قارئ للأحداث أنه الوضع سينتهي إلى شاطئ أمان أو استقرار، لأنه علي عبد الله صالح له ميليشيات وله ناس كان بيصرف عليهم وله أكيد أنصار، ومش هيسكتوا، وهيبقى في حالة من حالات القصاص السياسي أو الثأر السياسي اللي هتغذيه دول كبرى في المنطقة ودول خارجية، واللي هتغذيه أكيد إسرائيل وأجهزة مخابرات أخرى، لكي يشتعل أكثر وأكثر، لكي يكون برضو سكين في خاصرة الأمة العربية. أعداء هذه الأمة بيستغلوا أي مدخل أو أي ثغرة لشيطنة المنطقة وإشعالها لإشعال الحروب، لكي يعني تروج تجارة السلاح، ولكي تروج الأجندات والخطط اللي احنا كل يوم بنأكد عليها وبنقولها انه هدفهم تفتيت هذه الأمة إلى كنتونات صغيرة لتبقى إسرائيل هي الدولة الكبرى في المنطقة. نشوف هذا المشهد المحزن، حقيقة مشهد درامي صعب لمقتل علي عبد الله صالح. نشوف كده حاجة صعبة قوي، حاجة بتعبر عن مدى ما وصلت إليه هذه الأمة العربية والمسلمين